الإمام محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قال: جميع التعايش والتناصف والتعاشر في مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. التعايش والتعاشر مع الناس هذا لا ينفك عنه أحد. الإنسان كما يقولون مدني بطبعه، يحتاج إلى أنه يعاشر في بيته، والديه، يعاشر أخوانه، أهله، أبناءه، يعاشر زملاء في العمل، في منطقته، في حارته، في مسجده إلى آخره. هذا التعاشر لا بد، لا ينفك منها أحد. ولذلك الله جل وعلا أدب المؤمنين بآداب التعاشر، فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن. محمد بن علي بن الحسين ماذا قال؟ قال: التعايش والتعاشر في مكيال، هذا المكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. ما معنى ذلك؟ يقول أنك تحتاج في التعاشر مع الناس والتعايش معهم لكي تكون مخالقا للناس بخلق حسن، تكون معك صفتان حتى تنجح. هذه الصفتان ثلث صفة وثلثان صفة: الفطنة والتغافل. التغافل ما معناه؟ التغافل هو عدم إقصاء الأمور بحثا وتنقيبا. ربما يقول لك واحد كلمة تعرف أنه غير صادق فيها، ما تأتي تلاحيه حتى تثبت له أنه غير صادق. يأتي يقول شيء من هواه، ما تأتي تثبت أنه خطأ. لا بد من الفطنة حتى تدرك الأمور في تعاشرك وتعاملك، لكن لا بد من التغافل، ما يكون المرء مصادما. التعاشر مع الناس يحتاج إلى من هو فطن ومتغافل. فطن حتى لا يلعب عليه، حتى لا يضحك عليه، حتى لا يأتي أشياء يظن معه أن المؤمن والرجل الصالح وهذا أنه لا يفهم شيئا. وفطن لكنه لا يقصي الأمور إلى نهايتها، يتغافل. ولذلك قال أحد علماء الحديث وأظنه وكيع، قال أو سفيان، قال: الخير 9 أعشاره في التغافل، 9 أعشاره في التغافل. فنقلت للإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد: قصر، يعني لم يأتي للصواب كاملا، الخير كله في التغافل. لذلك تأتي هنا في التعاشر لا بد لك من التغافل، وهذه وصية لكي نحصل على أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وهو الخلق الحسن. أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. لكن الخلق الحسن ليس دروشة غفلة بمعنى عدم انتباه وعدم فطنة، لا، فطن ولكنه مربي، فطن مربي يفهم ويتغافل. وهذه تكون في كثير من الأحيان أعظم تأثيرا في المقابل، إذا علم أن الذي يتعامل معه أنه فطن ولكنه يتغافل، فيكون أكثر وأكثر في ذلك. الإمام أحمد قيل له إن فلانا من أئمة الحديث أو من رواة الأحاديث إنه مريض وله 10 أيام لم يخرج من بيته. قال: نذهب لزيارته، فإن من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض. فذهب هو وأصحابه. وكان هذا الذي يروي الحديث أو من علماء الحديث كان يتأول شيئا،
يعني لا يشترط في العالم أو في الراوية أو أن يكون كاملا، ربما له تأويل في مسائل من مسائل العلم يرى هكذا ولا يوافقه عليه غيره، فكان له تأويل في بعض المشروبات مما لم يجمع العلماء على حرمته، فدخل الإمام أحمد لزيارته، فلما دخل وجد بعض هذه الأشربة، هو يعرف مذهبه في الشراب، وجد بعض هذه الأشربة في مكان فجلس وجعلها خلفه. جلس الإمام أحمد لزيارة المريض وجعل تلك الأشربة خلفه، ومعه عدد من طلابه وزاروا وخرج. لما خرج قال له بعض تلامذته: يا أبا عبد الله، ألم ترى الشراب؟ قال: لم أرى شيئا. قال: لقد كان وراء ظهرك. قال: وهل يرى الإنسان ما وراء ظهره؟ هذا تغافل فيه حكمة. أتت الجارية لهذا الراوية، أتت له وقالت: لقد أتاك أبو عبد الله ولم تنزع الشراب. فقال: إذا كنت لا أستحي من الله فكيف أستحي من أبي عبد الله؟ ولكني أتركه من الساعة، أريقي تلك القوارير. الموقف له تأثيره، ولكن لكل مقام مقال. هنا قال محمد بن علي بن الحسين: فطنة وتغافل. المؤمن فطن، كيس فطن، يدرك الأمور ويعرفها، لكن لا يقصي الأمور إلى نهايتها. في بيتك أن ترى أشياء، تصرف ابنك، يتصرف أخوك، يتصرف صديقك بأشياء لابد فيها من التغافل. يقول كلمة لا تعجبك تمررها. لذلك قال بعض السلف: الكلمة التي تؤذيك طأطئ لها رأسك فإنها تتخطاك. إذا أتى كلام يؤذيك تقول فلان يقصدني، هذا يقصدني، لا تعتبر أنه يقصدك ولا تكون أنت المراد به. لكن إذا واجهت الكلام أصبح عليك وأصبح إلى آخره وزاد. ولذلك في كثير من المواجهات تزيد، أصلا الخلافات تزيد بمواجهات لأنها بدأت المواجهة، لكن لو مررها المسلم وكان فطنا فيها لكن تغافل عنها نجح كثيرا في ذلك.